مع او ضد الحب من اول نظرة؟ هلا أوكي، أنا بدي أجاوب النظرة أول مكتوبة شي. غلط أول شيء. انا كثير ضد، لانه ما فيك تقابلي شخص وفورا تحبيه، لانه ما بتعرفي كيف هو وكيف طبيعته وشو هي شخصيته. فانا كثير ضد. كتير ضد كلمة كبيرة. انه ما فيني اشوف واحد برا بالطريق وفورا نحبه يعني. اذا شكله حلو البنت بتحبه. ما في- ما نو أنا إذا بالنسبة- شكله حلو الشاب حينعجب فيها، معروفة. أنا بالنسبة لإلي كتير عالم بيقولوا حب من أول نظرة. أنا بحس إنه أول شيء بيصير هو الإعجاب. هلأ كنت عم بعمل جوجل، طلع إنه الحب له 9 مراحل. ولا وحده بيناتهم النظره، حب من اول نظره. هي أول شيء النظرة، الإعجاب. هو انعجاب بالشكل، التايب. انت اذا شفتي واحد انت بتزوجي جلال، انت اذا شفت بنت برا وشفت البنت هيك انت بكون انعجبت بالتايب، انه هي تايب هالبنت، مو انه انعجبت انه حبيتها. يا بيكون شكله حلو. خلص قرروا مع أو ضد. أنا نحسم ضد. الموضوع. انا ضد حب، ما في حب من اول نظرة. هي وانا كلها كمان كثير إشاعات. ضد. I remember when إشاعات مغرضة. أنا إشاعات. بحس في إعجاب بعدين بصير حب. يعني انت مع اخضر للحب. اوكي، انا بدي احكي هلا بكل وضوح. لا أنا ضد. انا كثير ضد اني كذب على شخص كرمال ما اجرحه، لانه هي كثير صعبه انه انت تكذبي على شخص وتخليه مبسوط بس هذا الشيء كله فيك، او انه تقولي له الحقيقه وتجرحيه لمده كم يوم كم اسبوع، ولا تقولي له الحقيقه. ماما ضد أنت. لا ليش ماما؟ ماما ما عم تتفق. في كذب اللي لمصلحته، مثلا اللي مثلا هو كثير عنده حاله اللي هو مثلا من شخص يا جماعة هو شكله كثير بشع وهيك، بس انت فيك تقولي له لا انت شكلك حلو وانت يعني تعطيه كثير، تعطي معنويات شيء، إيه. بس انه اكذب لشخص على شخص مشان نحن مشان مصلحة. نحن ما عم نحكي على الشكل، انه انا مو على الشكل ماما. اوكي بدي اعطيكم مثلا أعطيكي يعني مثال. مثلا واحد قال بدي اشتغل انا بهذا المكان، انت كرأيك يعني انت بتنصحيه انه ما تشتغل فيه لانه هالمكان مو منيح، ولا اشتغل فيه مشان هو ما يزعل؟ مو منيح بنظرك، بس هيك منيح بنظرك. انا بدي اقول شيء عنا نحن العيلة، انه نحن كثير عنا اراء بتختلف عن بعض حسب كثير. الوضع. انا ضد اني اكذب على حدا مشان مصلحته. ماما اذا شخصين انا مع اكذب مشان مصلحتي. لا اذا شخصين متخانقين انت بدك توصلي بيناتهم، فيك تكذبي عليه تقول له هو جاب سيرتك منيح، هو هيك بيعمل، هو بحبك، فيك تكذب مشان توصليهم مع بعض. هلا هي من شغله لشغله بتفرق. هلا انا ضد اني كذب على حدا مشان ما اجرحه وخليه عايش بكذبه كل حياته، او انه قل له الحقيقه ويكون متضايق كم يوم وبعدين يتخطى. أنا مع فهمت؟ سيدرا. ايه هيك حسب انا الوضع، حسب الموضوع. هي الموضوع ايه الحاله. حسب الحاله. ايه مع او ضد تكرير الملابس. انا بصراحة انا ما بعتذر عندي منك. مشكله. يعني انا ما بفهم الناس اللي عندها مشكلة بانه تلبس القطعة كذا مرة. ما بفهم، يعني ما بفهم شو الفكرة. يعني بحب عبالي اقعد معهم افهم ليش مثلا قطعة ما بتتكرر. يعني بفهم مثلا فستان لبستيه لمناسبة، مثلا لبسناه على عرس شيرين ما رح البسه مرة تانية، يعني ما رح، لانه لبسته على مناسبة كثير ضخمة. بس انه انا مع انه تكرير الملابس، وانا بعملها وعندي قطع يعني صح الى سنين، بس يمكن لابستها كذا مرة، بس بحبها وكل فترة بلبسها. فانتوا يمكن هي شفتوها علي 200,000 مره. انا ما عندي مشكله، يعني بضلني البس القطعه. مين بتركب بلوزة خضراء سويد؟ او ماي جاد، هديك غير حاله، هديك غير حاله برو. انت I remember غير موضوع كليا. يعني مع او ضد الحقد والانتقام من شخص اذاك زمان مرة؟ جو. هلا انا ماشي على مقولة ابعد عن الشر وغني له. اذا كان في شخص ماله منيح معي وحاول يأذيني او اذاني، انا بفضل انه ما اكون مثله او نزل حالي وروح انا ارجع انتقم منه، لانه يعني في الله وهو حياخذ لي حقي. انا بحس انه الحقد اللي انت مثلا بتحقديه على شخص، الشخص اللي قدامك ما عم بيحس فيه على قد ما انت حاسه فيه، سو هذا الحقد اللي بيكون جواتك بيضرك وبأذيكي اكثر من الشخص اللي انت حاقده عليه. بدل الانتقام بحس انه حلو تستخدمي هالوقت لتحسني من حياتك، بدل ما تضيعي وقتك وطاقتك على
تنتقمي من حدا، لأنه الانتقام ممكن يعطيكي راحة لفترة معينة، بس ما رح تحل المشكلة الجذرية، إذا فيني أقول هيك. جيت أوفي وعودي وجيت، جيت لفك بزنودي وجيت. مع أو ضد الفلوس تغير النفوس؟ أنا بالنسبة لإلي بحس إنه الفلوس بتغير نمط حياتك بطريقة ما، المكان اللي عايش فيه، الأكل اللي بتاكله، يعني بتغير شغلات بحياتنا. بس هل هي بتغير النفوس؟ بالنسبة لإلي لا. بس في نفوس ضعيفة هي اللي بتتغير مع الفلوس. انا ضد. يعني انا فيني اجيب بيت، فيني اجيب سياره، بس اذا نفسي ما في نفوس شو بدي اعمل؟ إذا نفسيتك زبالة شو بدنا نعمل؟ ايش بدي اعمل؟ بس إننا عم بقولوا إنه هل بتغير النفوس؟ يعني إيه؟ انه بتبسط الواحد؟ لا. انه شو؟ يعني واحد بتغير صار معه مصاري بصير تغير. حقير، كان طيب بصير حقير يعني ما بيهمه. اي ثينك بيصير الواحد يشوف حاله. يعني هلا انا اذا صار معي كثير مليارات حتغير؟ تحس اني انا حتغير؟ لا انت لا، انت كات. ايه بس انا بحس انه النفوس بتتغير، بس هاي النفوس بتكون ضعيفة. يعني مو كل العالم بتتغير مع المصاري. في عالم بتضل مثل ما هي بتصير احسن. في عالم مع المصاري بتصير احسن بألف ما هي كانت، لانه بتعطي، بتريد الخير لغيرها، بتكون كريمة، بتاكل هم غيرها. بس في نفوس ضعيفة كيف بتتغير؟ انتوا مع او ضد؟ ضد انه المصاري ما بتغير النفوس، بس النفوس الضعيفة. وانا كمان. يعني اذا واحد كان ما عنده شيء وكريم، اذا صار معه حيضله كريم لانه هو هيك. يعني انا مالي كريمه لانه ما معي فلوس، انا كريمه لانه انا هيك. يا كات. اوكي، مع او ضد الفشل هو طريق النجاح؟ انا برايي لكل واحد بده ينجح لازم يفشل مره او مرتين، بس كمان الفشل بيوعيكي انه تركزي على شغلات اكثر. I love that سدرة. بحب أضيف عليكي نقطة إذا بتسمحي لي. أنا بالنسبة لإلي يعني بحس الفشل عادي، إنك تكون ناوي تعمل شيء وما قدرت وفشلت، بحسه عادي. النجاح بالنسبة لإلي هو إنه بعد ما وقعت ترجع تقوم وتكمل. لأنه أصعب شيء ممكن تقدر تعمله هو إنه بعد ما إنه فشلت ترجع تقوم على رجليك. هذا الشيء بالنسبة لإلي بيعتبر نجاح. وإذا الإنسان عنده هاي السكيل بالحياة بتساعده كتير. إذا وقع عادي، إذا وقعت برجع بقوم. بيقوي. ما مو توقع على راسك كمان، جيب العيد ووقع وقوم.